تفتح سوري. اللهم هذا سوريا نينجا. شو السبب سوريا. انه بنت جزائريه بتطلع عند حدا سوري او حدا جيست، يعني عند فلسطيني وش او من فايدة برا؟ وشنو هو الهدف؟ شو الهدف؟ و طيب ممكن اسالك شو البرنامج اللي نحن عم نحكي فيه هلا؟ البرنامج تاعنا احنا يقول اللي نحن بنات فيه شو هذا الجزائر ما البرنامج؟ يطلعوا برنامج جيستات شو؟ برنامج عند دردشه وحوار، دردشه حوارات. روح. تمام، اسمه برنامج تواصل، صح؟ ايه صح. تمام. اسمه برنامج تواصل اجتماعي، تمام؟ فهذا البرنامج انت بتحدد هويتك فيه، اما بتكون انسان سيء. اذا سامعيني بس خليني بس انا لانه انا نسمع عم نسمع سوق نسمع بخاف كمل. تمام. فاما انت بتكون انسان سيء وبتجيب العار إلك كريمينال قول له جيب ولعائلتك سوريا ولبلدك، نديرونجي شويه. او بتكون انسان سوي وبتخلي الناس يقولوا انه والله هذا البلد فيه ناس كتير منيحه. لا ما طلع تطلع سليماني، طلع السوريات سليماني. بنات بلدك. نعم، ليش ما تطلع بنات بلدك سوريات؟ انا بيطلعوا عندي سوريات. لا ما جا مش بيطلعوا تطلعوا عندك. عندك، يطلعوا لا عندك غير بيطلعوا عندي. جزائريات. لا يا اخي، لا 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 يا أخي، هو جا لا. انت سليماني الله غلطان. يعيشك. انت وليك انت يا أخونا دخلت ندير عندي ميك. انت دخلت لعندي انت دخلت وعليكم لعندي السلام. قديش لك مراقب لايفاتنا مثلا؟ سؤال. عندنا مدة احنا نشوف لي لايك. طيب اذا عندك مده مثلا انت عم تشوف لايفاتنا، فبحب اقول لك انك انت مالك شايف شيء، لانه نحن نو شايف نحن شيء. كل نحن في جزائري عنا راهم يجوا عندك في لا لا الكومنت لا وفي لي لا قاس. لا 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 لا. نحن في عنا من فلسطين، في عنا من الاردن، في عنا من سوريا. طيب اقول لك اياها من الاخر. يا الله. انا زوجتي بنفس التيم. الله اكبر. زوجتي بنفس السلام التيم. عليكم. السلام عليكم. معلش يا أخي سؤال بسيط إذا كان ممكن. سؤال إلي؟ أكيد. تفضل. المحتوى تاعكم هنا في هذا البث نعم. تتحدثون عن الثورة في سوريا، صحيح؟ لا نحن ما في محتوى رئيسي. نحن مجرد يعني خليني بس احكي لك كلمتين. نحن تيم اللي هو اسمه لعيونك، تمام؟ تيم او جروب اللي بدك اياه تسميه سميه. نحن غاية الجروب نحن 40-50 شخص، بنشوف اي لايف حالة انسانية او اي حدا بنفوت بندعمه دعم معنوي، دعم مادي الذي هو. هاي غاية التيم وبس. هم هاي غاية اصلا اسمع تمام؟ الجروب هذا خمسة والتيمات هذول احسن ما نعرف. دقيقه نكمل وماذا لك. اسمعني دقيقة خوتي، عندي سؤال واحد، عندي سؤال. حمزة اصبر، حمزة اني الباسبور تفضل. طلعت على تفضل. عندي سؤال تفضل. لعيونك. وماذا تستفيد الله ماذا يعيشكم تستفيد يعني من دعم هذا؟ لا يا اخي نحن ببرنامج، تمام؟ انا ماني مستفيد شيء. انا اذا بدي استفيد من هالبرنامج بروح بفتح جولات وبستفاد منه. انا مالي داخل استفيد من البرنامج، انا داخل غير. انت اذا بدك تغير بشيء فلازم تبدا بنفسك، صح ولا لا؟ انا داخل غير بهالبرنامج، داخل فرجي الناس انه هالبرنامج مو كله مجرد ناس عم تدخل لمصلحه، ولا ناس عم تدخل لدعم، ولا ناس عم تدخل لهي. فيه ناس ايجابيين، فيه ناس شايفين الدنيا صح، فيه ناس ممكن يجوا لعندك محبه ببلدك، محبه بمحتواك، محبه بحديثك او منطقك. فعندك في ناس هيك. مو كل البرنامج مثلا مشاكل، ومو كل البرنامج مصالح، ومو كل البرنامج هيك. هلا انا لاقول لك شغله. انا لما شفت الفيديو اللي شيروا لي اياه، الفيديو اللي ناشره الاخ ما بعرف شو كان اسمه، سمير يمكن، اللي ناشره للصبيه. انا لما شفت الفيديو الصراحه انا حسيت يعني شعورين بعكس بعض. اول شعور انك انت ظلمت البنت، وهذا كان تقدر تبارطاجي لها دقيقة، تقدر دقيقه تبارطاجي لها الطفل الجاي. نينجا دقيقه. كريمينال باسكو راهو يهضر غير هو وراهو شغل جايب لا انا سوري عندي لا بس سوري بس خليني اكمل لا ما النقطة. يهمناش لا راح خليني نطلب اكمل منك النقطة طلب. وبعدين انا راح لا خلينا من النقاط يا ودي. اخي خلينا من النية تاعك يعلمها ربي. طيب وانت تفضل. شوف اغزر في الجاست، اغزر في البلازما. 1 2 3 4 5 سوريين وجزائريه. دوك نقعدوا هنا 5 رجال، جيب لنا سوريه تطلع معنا في الجاست.
اذا انت حاسبها هيك، اذا انت حاسبها يا هيك اخي يا اخي دقيقة انت راك تقول باللي انتم انت راك تقول عادي. خليني جاوب. انت راك تقول عادي، جيب لنا سوريا ونتحاوروا عادي. طيب تمام، انت سالتني خليني جاوب ممكن؟ الله كريم خويا، الله كريم، خلينا انا. طيب اذا انت بدك تسالني بدك تسمعني. تحكي ليش عن النوايا، ما تحكي ليش عن النوايا. احنا شفنا رانا نشوفوا، انت دخلت بالنوايا تبعي، انت دخلت احنا رانا نشوفوا. احنا يا خاوتي كاش واحد راهو يشوف 4 جزائريات وسوري ولا جزائريه مع 5 سوريين. جيب لنا سوريا، يعني جيب لنا سوريا. شو يعني واذا كانوا مع سوريين؟ دير ميوت امين، دير ميوت معليش امين دير ميوت. انت على فكره انت دخلت بالنوايا تبعي، انا ما دخلت بالنوايا. شوف صديقي دقيقه. تفضل. انت تفضلت وشرحت لنا يعني محتوى البث نتاعكم، وقلت انه بث للدعم المعنوي او الدعم المالي. مو البث تبعنا لا. نحن بس لما نفتح التيم، نحن لما نفتح بس فنحن مجرد اصدقاء بنحكي شو صار معنا امبارح، شو صار بصفه عامه. معليش هذا اللي هو. نعم. اخي انا تكلمت على حسب ما تكلمت انت وما تفضلت انت قلت انه تيمكم يعني الجروب نتاعكم بصفه عامه نعم. هو عباره عن جروب يدعم الناس ولا يساعد الناس، صحيح؟ بالضبط، تفضل. اكيد. فانت يعني مثلا انه الجزائريه هذه نقولوا انه مخصوصه مساعده، الاولويه انه اللي يقدم لها المساعده الجزائري او السوري؟ اللي يقدم للجزائريه فرضا انه هي محتاجه مساعده، عندها مشكله او شيء، فالمفروض انه تمام. اذا اولويه لا، ابن بلدها. اكيد ابن بلدها، لانه ابن بلدها اذا راح يحول لها مبلغ من المال لن يكون صح. اي صح، بس انا معناتها انت فهمتني غلط. هي ما طلعت معنا هي ما طلعت معنا قسط كرمال مساعده. صديقي دعني اكمل معليش اذا كان من فضلك. تفضل. اذا هي نقولوا انه فرضا عندي احتمالين. الاحتمال الاول انه عندها مشكل، نعم، تريد مساعده، فبالاحرى انها تروح عند جزائري ابن بلدها او جزائرية بنت بلدها، يعني هي اللي تقدم لها المساعده، لانه راح تكون المساعده سهله. صحيح. فرضا. نعم. او الاحتمال الثاني انه ما عندها حتى مشكل، واذا لماذا صعدت معكم في هذا البث؟ طيب انا راح اقول لك اكمل لحظه صعودها. نعم. ماذا كان المحتوى؟ ماذا كان الحديث مثلا؟ تمام، انا راح اقول لك. اولا وانا ما عم دافع عنها، لانه انا ما بعرف عنها الا كل خير، بس انا عم دافع باللي شفته، وعم دافع ليش هي معنا مثلا. تمام. اولا البنت مو معنا كرمال مساعده. الصبيه ما طلعت معنا على القسط كرمال مساعده، ولا من يوم عرفناها لهلا طلبت نقطه. اذا لماذا صعدت يعني؟ تمام. بالعكس نحن اذا بننزل لها 10 نقاط بترجع بتردهم. لا السؤال خليني اكمل جوابي يا اخي يا ابن الحلال، خليني اكمل جوابي. ممكن باختصار يعني باختصار انا عم بحكي هيك واسترسل كرمال تنفهم الوجهه كلها، عشان تنفهم الفكره كلها. يا اخي انا البنت من يوم شفناها، من يوم عرفناها لهلا وما شف ولا يوم طلبت دعم، ولا يوم قالت انه ولا حتى يوم قالت انه في صديقي او صديقتي بحاجه دعم. الانسانه دخلت اللايف، شافت كان الجو رايق مثلا، لنفرض حاطين اغاني سهرانين، لنفرض فاتحين حديث وعم نتحدث فيه وعم نتناقش فيه، فعجب الجو وصارت تدخل لعنا، وما شفنا منها الا كل خير. لا تدخلت وحكت بشيء يعني مثلا من دون اخلاق، ولا المحتوى مثلا اللي البث الموجود انه خارج عن الاخلاق، ولا عن عاداتنا، ولا عن شيمنا، ولا عن اي شيء. فالإنسانة مجرد هي داخل على هالبرنامج. انت لما داخل على هالبرنامج مثلا داخل بتشوف المحتوى اللي بيعجبك وبتقعد تسمع عليه. صح صديقي والله عندك تناقض في فكرتين. ليش؟ تفضل قل لي شو التناقض. نعم. التوضيح الأول أنك أنت بداية قلت أنه جروب أو تيمنا هو للمساعدة، بعدها قلت صح. أنه هو كنا دايرين سهرة وهي طلعت في سهرة. يا أخي لا لازم أوصل لك الفكرة، لازم أوصل لك الفكرة لحتى تفهم شو التناقض. أنت أخي الفكرة طلع على مين يا سمير؟ طلع على مين؟
تفضل. طلع على مين سمير؟ شوف الفكرة وصلت وفهمت. تمام. أنا فهمت فحوى كلامك يعني. لا خي يعني أنا لا لك السؤال اللي طرحته أنا لا لك السؤال كلمتين لا لا لك عيونك كلمتين. اسمع نحن لي تيم، صديقي نحن العزيز. تيم للدعم، ندعم برا مو بلايفاتنا. نحن صديقي بلايفاتنا بنقعد نسهر، نحن كلنا شباب وصبايا مع المهم بعض المهم ونقعد سواء عادي. نعم سواء في فأنا ما في لايفاتكم. تناقض بكلامي أبدا، بس أنت الفكرة وصلتك غلط. لا الفكرة وصلتني يعني بوضوح. كبر اليمين سمير، كبر اليمين. كبر اليمين وشوف شو عنده. يا صح يا جماعة، الله يبارك فيها بالعربية والجزائرية نورمال، خير منها. جيبوا لنا هذه لمين؟ الطفلة، جيبوها لنا. لمين وضح واش قالت لمين. إذا عم يحاكيني إلي فأنا ما فهمت شو حكى والله للأسف. كمل سليماني كمل. شوف أخي، والله عندك تناقض. أنت قلت أنه نحن عندنا تيم أو جروب للمساعدة، بعدها قلت أنه كانت سهرة وهي عجبها الجو وجت سهرانة معنا وكنا دايرين أغاني وكذا وكذا. طيب عجبها الجو وكانت سهرانة. طيب. سمير ولا أي إنسان كان في هذا البث يعني. نعم. وش لاحظته يعني، لأنه أنا ما حضرتش بثكم وما سمعتش وش قلتوا. نعم. فأي إنسان ما يوضح لي حتى أفهم يعني الصورة بنمط جيد منه. هلا أنا ما بعرف سمير شو شاف، ما بعرف شو شاف باللايف، بس أنا لايفاتنا، نحن لايفاتنا بنعرفها وبنعرف شو بينحكى فيها وبنعرف دقيقة شو سليماني، المحتوى معلش فيها. نعطيك سؤال، اسمعني لعيونك، اسمعني. شير للبنت هذه اللي كانت، شير للبنت هذه اللي كانت عندكم في اللايف. شير لها أنا؟ ايه شير لها انت. شير لها انت اللي عامل بس فيها. انا كي دخلت، لا هي دخلت هي دقيقة خوتي، دقيقة يا ليكير. الضحكة. سمير اسمح لي دقيقة برك، شير لها انت لانها هي تابعة جروبكم مثل ما تقول يعني. ايه وانت اللي منتخي كرمالها، انت شير لها، انت اللي فاتح بس فيها. اوكي، يعني انت يعني حسب تحليلاتك وحسب كلامك هذه البنت يعني حتى تدعموها ما تقبل الدعم. يعني هي مش محتاجة. اوكي، يعني هي مش محتاجة. يعني هي تصدق في اموالها ولا ماذا يعني، حتى نفهم اكثر. اموال شو يا اخي؟ نحن البنت هي من وقت عرفناها لهلا لا يوم طلبت دعم، ولا يوم قالت انه في حدا من حواليها بده دعم، ولا حتى هي قالت انه محتاجة تشحن دعم. عنده هو يعرفها سقسي. لا ولا تشحن عندي. كم عندك ولا كنت بعرف تعرفها أي شيء. البنت هذه؟ اسمح لي، كم عندك كنت صار لي تعرفها؟ بعرفها سوري، نسألك سؤال بالصح. كنا دقيقة ميامين، نسألك سؤال بالصح، وعدني أنك تكون تجاوب بالصحيح ما تتهربش. تفضل. عندك خاص معها الطفلة هذه ولا لا؟ مع هاي؟ باينة. مع الصديقة، مع البنت اللي حاطين فيها انتوا، مع صديقتك، حاطين صورتها؟ مع الصديقة هذه. طيب خليني معك دقيقة بس اصور لك الخاص بيني وبينها لتشوف اذا فيش خاص بيني وبينها ولا لا. جاوبني، سألتك جاوبني. لا انا مو بدك تصدقني، بحط لك الخاص. ما تقوليش كاين الخاص. واش كاين؟ قلت لك كاين خاص بينك وبينها ولا ما كاش؟ نفترض السلام عليكم. ولا بعرف اسمها الحقيقي اصلا. تعرفوها برك، تعرفوها غير في الجاست. ولا بعرف اسمها الحقيقي. وانا مالي طالع عم دافع عن انسانه الي معها علاقه ولا انسانه الي معها اي شيء، بالعكس. انا من الاول حكيت انه انا عم بحكي عن طالع احكي بهالموضوع لانه البنت كانت عندنا جيست. صح، حبيت نسقسيك. انا قلت لك شير الطفله سوريه تطلع معنا في الجيست، راه كاين احترام. ورا المشكل تجي شير الوحده. على فكره اذا بدك تكبر الموضوع اكثر، اذا بدك تكبر الدائره اكثر، فبالجزائر في يمكن مليون سوري وسوريه. نحن نعرفوهم كلهم ومراقبين كلهم يعني سوريين. وهدول كلهم ساكنين عن اسمعني لعيونك يا لعيونك، هذو دخلوا كلاجئين وشوية وقت راح نرجعون بلدهم يعني، لأننا نحن مع حملة ترحيل السوريين اللاجئين إلى بلادهم بعد تحريرها. حلو. وهكذا يعني. أنت لو تكلمني على السوريين، هذا السوريين دخلوا كلهم كلاجئين هاربين من بشار الأسد، ويعني نحن كنا ندعم بشار الأسد، وأنا كإنسان يعني أدعم بشار الأسد لأنه كان بطل مغوار بكل صراحة. ويعني شوية وقت إذا أنتم يعني تتكلم على 300 ألف سوري، لأن نعرفوا عددهم ونعرفوا كل تفاصيلهم، هم عايشين كلاجئين وراح نرجعهم بلدهم وغير مرحب بهم مرة أخرى. يعني نقولها لك أنا كجزائري حر، مش أنا برك، ناس 99% من الجزائريين مع ترحيل السوريين اللاجئين.
اوكي، معناتها انت هلا انت كان لازم لعيونك تعطيني هي، كان لازم تعطيني هي الصيغه من لعيونك اول سؤال ما سؤال طلعت. انا بس لحظه بتكلم. قبل سؤالك، لحظه قبل معليش. سؤالك لو لا سمحت. سؤال دقيقة، سؤال دقيقة. تفضل تفضل. شغل انت في التيك توك هنايا، في التيك توك انا عندك مدة في التيك توك ياك؟ نعم. شغل ما روماركيتش، ما نعرفش نقولها باللغه تاعكم، ما حسيتش باللي الجنسيه الاكثر اللي طلعوا معاكم بالنساء شغل اللي عندها فرفاره تاعها زايده وعندها شغل بالخف شغل تاثروا بالخفيه الجزائريه، شغل روماركيت هذه؟ لا قول له لاحظت يعني ما قصدك لاحظت. اني انه جنسيه اللي بيطلعوا وبيكونوا اخذين يعني هيك فري مثل ما عم تقول يعني؟ لا شغل عندها شغل فرفاره زايده، شغل غير شغل تشكرها شويه، تشكر بلادها، شغل تحل قاعد تتحل ما نعرفش نهضر بالعربيه الصراحه، تتحل هي الجزائريه، ما شغل تفشر شغل هذه ما لاحظتش، ما لاحظتهاش هذه، ما لاحظتهاش في التيك توك انايا. يا اخي هلا انا راح اقول لك كلمتين. لو كان تشكر فلسطين ما تلقى فلسطينيه، لو كان تشكر لبنان ما تلقى لبنانيه، تشكر الجزائر تلقى جزائريه. راح اقول لك كلمتين. هذا البرنامج مثل حياة الواقع. انت شو بتدور بتلاقي؟ بتدور على البنات اللي عم تحكي عنهم بتلاقيهم، بتدور على البنات اوكي انا ما يهمنيش في السؤال هذا، ولكن اجابه اسمعني يا سوري باختصار يا سوري باختصار. انت قلتي عندكم في الجزائر عايش ما نعرف كم لاجئ، يعني قلتي ما لاحظتش تهديد السوريين في الجزائر. وش تقصد يعني بتهديد السوريين في الجزائر؟ هذا السوريين يدخلوا لاجئين وفقط. لا شفت انه انت ما تقدر تهددني يا اخي. نحن في الجزائر ما كانش يهددنا. يا اخي انا ما عم هددك. انا هذا الحكي والتهديد من ورا الشاشات هذا حكي اولاد صغار. اسمعها مني دقيقه. اسمعها مني يا سوري، اسمعها مني من الاخر. اسمعها مني من الاخر كلام من الاخر راح ننزل. انا راح نقول كلمتين وراح ننزل. اسمعها مني. يسمعني، ما تبقاش انا نهضر وانت تهضر. اسمعني من الاخر. اذا رجعت لقيت هذه يا رب سيدي تهضر بزاف انت. اذا رجعت مره اخرى لجروبكم، لاني انا مراقب جروبكم، اذا رجعت مره اخرى ولقيت هذه البنت الجزائريه عندكم راح تشوفوا الويل مني انا ومن كل المجموعات اللي رانا نعرفوهم. هذه اسمعها مني. لو لقيت البنت هذه بالذات في جروبكم طالعه معاكم راح تشوفوا الويل منا ككل. يعني نحن تقريبا 1000 جروب راح نوروكم الويل. هذا تهديد، اسمعها مني، هذا يعني تهديد. انا ما نحبش تحذير. يعني شو التهديد؟ واخرها راح ندمروكم. اخرها راح تعرف شغلات اللي عمرك ما راح تشوفها. طيب شو بدك يعني تعمل بالاخر؟ راح تهكر لي حسابي؟ اصبر يا ميامي، اصبر ميامي اصبر. ما هوش صاحب خوتنا من الاخر. اصبر ميامي اصبر خوي. عادي بدك تهكر الحساب، خذ الحساب. الحساب بيساوي 1000 حساب عادي. يا جواد دقيقة سوري نسقسيك. ايه تفضل. كي يكون جاست، نفترض راهو جاست وبقى مكان واحد ويجي رجل جزائري وتجي نفترض هذه اللي جات هذه البطاله هذه تاع التحقيق هذه، نعم، ونعملوا دوموند جاست الاثنين باينه باللي راح تطلعها هي. هذا شيء مفروغ منه، ما تقوليش لا مو شيء مفروغ منه. لحظه اذا انت هيك بتعمل انا هيك انا ما بعمل. لا ولا غير تعملوها والله العظيم غير تعملوها. لحظه معليش جاوب السؤال. هذا مش السؤال، السؤال ما زال. لك ليش التناقض بسؤالك؟ لانه القصه كان كله شباب. وعلاش طلعت الطفله كي كله شباب؟ علاش ما احترمتش الانوثه؟ اصبر انت كنت شفت كم بنت كان في يا اخي انا نتكلم ما تقطعنيش. كي كان الجست راهو في 5 شباب، علاش الطفله طلعتوها؟ نفرضوا هذه الطفله هي ما عندهاش قيمه لنفسها، علاش ما درتوش قيمه لوالديها، للشرف تاعها، للبلد تاعها، وقلت رانا 5 شباب ما نطلعوش هذه الطفله؟ علاش تروحوا تجروا تطلعوها؟ علاش الغايه تاعكم انثويه؟ علاش فيكم هذا التخمام؟ الغايه تبعنا لو كانت سوريا انا النقاش معكم عقيم، لانه من الاخر لو كانت سوريا الله يسهل، لو كانت سوريا الله يسهل، لكن انت عم تفكر بالنية اللي انت عم تحكي فيها. اصبر فيها مو اللي الناس تفكر فيها. انا فكرت بالنية، انا فكرت بالنية وانت عملت بيها. انا فكرت بيها وانت عملت بيها. انت بتطلع بالبنت كانها انثى، يعني كانه بالنهايه بس كرمال علاقه. نحن ما بنطلع بالبنت هيك. شوف هما هذو البنات اللي يجوا عندكم، صدقني يا والله العظيم هما مكبوتات وانتم مكبوتين، اقسم بالله العظيم. ما انتم مشتاقين غير تشوفوا انثى، تحكمكم الفيرتيج،
وهي كي تشوف اجنبي يحصل لها نفس الشيء. يعني علاش ما تكونش فيكم ما تكونش فيكم شويه رجوله؟ ما كانت فيكم شويه رجوله كنت اسمع، لو كنتوا رجال ما كنتوا تركتوا بلدكم وطلعتوا لاجئين. يعني هذه بصراحه دقيقه امين من الاخر. لو كنتوا رجال ما كنتوا تركتوا بلدكم وطلعتوا لاجئين، تركتوا اخواتكم. اسمعها مني ديريكت، انتم كنتوا لاجئين وعشتوا طول حياتكم لاجئين، تركتوا بناتكم للايراني والامريكي، كل بناتكم اغتصبت في انتم رجال الا في انت مجرد لاجئ، اختك وامك يغتصبوا فيها، انت مجرد لاجئ. عادي ليك كل واحد بيحكي اللي شايفه. يعني اذا اختك وامك مغتصبينهم فانت رح تحكي. لا انت لامك مغتصبينها الايراني الامريكي، كل العالم اغتصب بناتكم ونسائكم. يعني نعرفوكم رجال في باب الحاره وفقط. يعني انت ككلب تسكت لما يتكلم الرجل الجزائري، انت ككلب تسكت. بشار الاسد اللي كان مغتصبكم، بشار الاسد اغتصبكم بنسائكم ورجالكم. يا ودي اغتصبوا الايرانيين كانوا يغتصبوا فيها. الايرانيين كانوا يغتصبوا. اسمع، كان جهاد النكاح في سوريا، هذا واحد نكحوه في سوريا قسما بالله. هذا كانوا ينكحوا في سوريا. يا ودي يغتصبوا فيهم برجال بن سامن، نهضر معاه. هاي منازلكم انتم. لازم تبصقوا عليه. طلع واحد سوري لاجئ، هذا كان سوري لاجئ، لازم تبصقوا عليه لانه كان يعتبر كان. انا هابط السوري، انا اللي هابط نقول لك روح نكمك هكذا، روح نكمك. بشار الاسد تاج راسكم. بشار روح نكمك، روح نحجوني معك. عليكم يا سوري. عليكم السلام ريان. اسمع ترى انتم عم تمثلوا بشار الاسد تاج راسكم. عليه السوري بزاف امك السوري، ضبط صوتك يا جزائري، ضبط صوتك. كس امك يا ابن المتناكه، كس امك يا ابن المتناكه. يا اخوان كمل صبايا العطاء كيف حالهم؟ بناتكم اللي يتباعون بكيلو من السكر على حدود ما بين الايرانيين والذين يغتصبون من طرف الروسيين. جاوبني على السؤال. جاوبني حبيبي. صبايا العطاء كيف حالهم؟ بناتكم صبايا العطاء، بناتكم في ألمانيا كلهم أبناء إيران وكلهم أبناء إيران وأبناء روسيا وأبناء أمريكا. كمل بناتكم اللي يتباعون على الحدود بكيلو من السكر. جاوب على سؤالي. يلي عندك بتسموهم بناتكم بصبايا العطاء. هي منظمة بناتكم اللي في تركيا. يعني بناتكم في تركيا وفي ألمانيا وفي سويسرا ماذا يعملون؟ جاوب على سؤالي، ماذا يعملون؟ بنات صبايا العطاء ماذا يعملون؟ بنات صبايا العطاء الذين هم في أحضان الفاغنر وفي أحضان الروس وفي أحضان أمريكا وفي أحضان اليهود وفي أحضان الإيرانيين وفي أحضان السوريين السوريين. جاوب على سؤالي حبيبي. صبايا العطاء كيف حالهم؟ جاوب على سؤالي. يا ودي واش يجاوبك هذا؟ واش يجاوبك مطحاحنا خاص هادو السوريين ما عندهم لا شرف. كاش ما شفت سوري راجل. انا شفتهم رجال غير في باب الحاره، اقسم بالله شفتهم رجال في باب الحاره. نهار دخلت اختك يا ابن المتناكه. غلطهم كس امك واختك يا ابن المتناكه. اغتصبهم بشار الاسد. استعرب به. طلع هذا العيون بشار الاسد. عاش بشار الاسد مغتصب نسائك وبناتك. وبناتك. الهربه يا ولد الهربوبه.